لو انت مش عايز تسيب الدوام الكامل بتاعك من الساعه 9 للساعه 5 فما تتفرجش على الفيديو ده، لان الفيديو ده انا جايب لك فيه 4 طرق تقدر من خلالهم ان انت تكسب فلوس، وتكسب فلوس كتير بتوصل ل $700 في الاسبوع من حاجات سهله جدا باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، وقلت ان هو هيفتح مصادر دخل كتيره جدا لناس كتيره جدا الفتره اللي جايه. لو انت مهتم كمل معايا الفيديو ده لحد الاخر. اول طريقه هي حاجه اسمها الاي اي فويس كلونينج او استنساخ الصوت عن طريق الاي اي او عن طريق الذكاء الاصطناعي. ده من خلال استخدام موقع اسمه 11 لابس اللي اتكلمت عنه قبل كده. 11 لابس لو دخلت عليه زي ما انت شايف هتلاقي فيه قسم جوه السايت اسمه بي اوتس، او ان هو يدفع فلوس للناس ان هي تسجل 30 دقيقة بصوتها، والموقع يبدأ يستخدمها في ان ناس تانية تقدر تاخد الصوت ده وتبدأ تستخدمه في فيديوهات تقدر تعملها. تاني حاجة معانا حاجة اسمها ال AI Content Creator، صانع محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده منتشر جدا بره. انك انت هتاخد البرومبت اللي انا هبعته لك في مسج، هبعت لك البرومبت اللي تكتبه لشات جي بي تي وتقول له انا عايز انك انت تعمل لي افكار كونتنت كريتور اقدر ان انا اكسب منها فلوس على لينكد ان. هتقول لي لينكد ان اصلا ما بيجيبش فلوس. بالفعل لينكد ان ما بيجيبش فلوس من المونيتايزيشن العادي بتاعنا، ولكنه بيجيب فلوس من حاجه اسمها الديجيتال برودكتس او المنتجات الرقميه. ده هتقدر تعمله من خلال البرومت اللي انا هبعته لك او الامر اللي انا هبعته لك اللي هتديه شات جي بي تي، اللي هيطلع لك افكار اللي هتبدا ان انت تنزلها على لينكد ان. وصل ارباح لحد زي الشخص اللي هديك الصوره بتاعته ده، دي اي اي كونتنت كريتور، وصلت ل $10,000 في الشهر. فانت متخيل الرقم؟ تالت حاجه معانا انك انت بيدفع لك فلوس تصل ل $30 في الساعه انك انت ترين الاي اي، او انك انت تعلم الاي اي بصوتك. من اشهر المواقع اللي بتعمل الموضوع ده dataannotation.tech. لو حضرتك تخش على الموقع هتعمل ابلاي وتسجل وتبدا ان انت تسجل الصوت بتاعك عشان الموقع يبدا ياخده يعمل له كلوننج، او يبدا ان هو يستخدمه عشان ناس تانية تقدر تستخدم الصوت ده وتكسب منه فلوس. رابع حاجه واخر حاجه حاجه اسمها البابل دوت اوديو. بابل دوت اوديو ده من اهم المواقع اللي برضو نفس فكره الانوتيشن دوت تك بالظبط، ان هو بيعلم الذكاء الاصطناعي بصوتك علشان يبدا ان هو يستخدم صوتك ده مع ناس تانية وعملاء تانية يبداوا يستخدموا الصوت ده. دي 4 طرق سريعه كده قلت افيدكم بيها، يا ريت اكون فدتكم طبعا يعني، ويا ريت يعني تعملوا سيف للفيديو وتعملوا له شير. هستاذنكم بس تعملوا كومنت بكلمه اي اي عشان ابعت لكم البرومبت وابعت لكم لينكات الويب سايتس اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو ده. ويا ريت اكون فدتك في الفيديو الصغير ده. عايز منكم بس تدعوا لي ان ربنا يوفقني، وان شاء الله اخلص المفاجاه اللي انا بحضرها لكم الفتره اللي جايه دي. حاجه شغال عليها بقالي مده طويله جدا، ان شاء الله يعني هنزلها لكم قريب، ويا ريت تعجبكم. اشكركم جدا لمتابعتكم، وكل حد بيعمل لي فولو ده حد بالنسبه لي غالي جدا ويعتبر من عيلتي بجد والله. فشكرا لكم جدا، ومستني التعليقات بتاعتكم عشان اللي هيعمل تعليق هبعت له الفايل جواه كل الداتا اللي هو هيبدا يستخدمها في الفيديو اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي ده. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.